ده انطونيادس في اسكندريه، ايه اللي دي فيها نباتات نادره. طب روح شوفها بس، روح شوفه. بصوا يا جماعه، انطونيادس يعني جميله قوي وحلوه قوي ومش عايز اقول لكم. ايه ده؟ مش عايز تطلع على اليوتيوب؟ ايوه انا حبايبي هم دول يا جماعه. بصوا انا بحبك قوي حبيبي. انتوا بتعملوا هنا؟ عاملين حفله مشويات، تعالى كل معانا بالله عليك. والله يلا بينا يا جماعه، تعالى يلا بينا معانا. ارجع. اسمه ايه معلش؟ كل سلو. يعني كل ايه؟ سلو 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 بالراحه، مش تدخل هجوم، بالراحه. هو انت عشان عازمين يا حبيبي ممكن اعرف انتوا بتعملوا ايه لو سمحتوا؟ بتعملوا ايه؟ بنرص الشيش ان شاء الله. طب ممكن اكل معاكم؟ تعالى اتفضل يا حبيبي. سلام. بالله عليكم. زي بيتك بس مش هاكلك برضه. لا انا عايز اكل. انا بطلعكم انت جاي جعان او مشغول كده؟ طيب بطلعكم التلفزيون بيعملوا لقاء، عشان انا قلت لهم المصريين دول الكرم كله. طبعا. تعالى يا سلام. يعني هناكله؟ لازم ناكل. طب الاكل ايه النهارده بقى؟ استاذ علي الاكل ايه النهارده؟ وانت هتعرفني يا ابني؟ الاكل ايه النهارده؟ الاكل شيش ان شاء الله. ايه؟ شيش بس؟ شيش حاليا، ده حاليا شيش. لا في ايه تاني يعني؟ في عندنا كفته. تعالى يا احمد بص الشغل ماشي ازاي. تعالى قرب على الناس كده. بصوا والله الناس دي كرم يا جماعه، ربنا يبارك لهم يا رب. هياكلونا مقابل ان انا اطلع لهم في التلفزيون. يعني انا مفهمهم ان انا في التلفزيون. يلا يا استاذ، يلا عايزين ناكل يا باشمهندس. حط الحاجه. كمل عبد الله. هنا عبد الله. لا هنا بلاش عشان لما تيجي نجم التيك توك. ربنا يبارك. انتوا عارفيني يا جماعه؟ انتوا عارفيني؟ طلعوا عارفيني. والله كريم عبد الرحمن متابعه من المتابعين بتوعهم يا جماعه. الناس عزموني وانا جيت. انا اي حاجه فيها اكل حد عايز يعزمني انا هاجي على طول. على طول. يلا يا جماعه بصي، هاتي المشاوي كده بقى. ايه؟ هاتي المشاوي كده. بص الشغل ماشي ازاي. لا فين الكفته؟ فين الكفته يا جماعه؟ قلت في كفته. طب سيحوا طيب. دي بتتفتح، ممكن تتفتح يعني سبب، بس هي تتسبب. الناس هنا في انطونيادس بيعملوا ايه بقى؟ بيجيبوا الشوايه زي ما انتم شايفين وبيعملوا الاكل. وفي ناس هناك اهم، يعني هناك اهم شايفه. ادي الناحيه اللي هناك كده شايفين، كل واحد بيجيب الاكل بتاعه والمشاوي بتاعتهم وبيجوا. الناس دول طلعوا عارفيني وانا استغليت النقطه دي فاقعد اكل معاهم. عادي يعني. والنبي قبل الهديه. خليكم معايا نكملوا بقى. ايه اقول لكم تقييمي للطعام بما اني هبقى فود بلوجر الايام اللي جايه. بصوا ده مين؟ ده اسمه ايه؟ عمو علي. عمو علي. ده عمو علي. وده عمو السيد. عمو السيد الشيف. بص بيصبع الكفته. لا تثبت له الكفته يخليني ان انا استنى اقول لكم رايي. شايف الدخان عامل ازاي؟ يا شيف. ده ايه ده يا شيف لو سمحت؟ السيخ ده. السيخ ده فيه ايه بقى؟ كفته ان شاء الله. طب انت ايه السر؟ يعني انت ليه بتعمل بايدك كده؟ عشان تطلعها كده وتصبحها. تطبطب عليها عشان انت هتحرقها. تطبطب على ايه بقى؟ على الكفتايه. طب انا هسألك سؤال، يعني الخلطه عباره عن ايه بقى؟ بس يا حبيبي. بصل ايوه. بصل ولا ميه بصل؟ لا بصل وفلفل اسود ولحمه بس. بصل وفلفل اسود ولحمه بتفرم كله مع بعضه في وانت مش عارف، انت بتحب الحامي حطيت لك فلفل اخضر كتير على قد ما تقدر. احاسبن عليك ولا اعمل ايه دلوقتي؟ طب احنا عايزين ندوق الكفته. ندوق انت لسه واكل لحد دلوقتي سخين. ما بيعرفش يجامل. عايز اقول لكم بقى ان القهوه على الفحم ليها مذاق خاص. يلا يا كابتن مانو. انت عارف المانو كام معلقه سكر ولا مش عارف؟ كام معلقه؟ معلقتين؟ وانا حد من الجمهور اهو بتتكسف ان هي تطلع. يلا يا ابني. مذاق خاص يا جماعه في القهوه اللي على الفحم دي. طب يعمل لك انت قهوه؟ يا لعيب يا لعيب. 2 في 1 دي. كوبايتين صح كده؟ حط بقى على الفحم. يلا خلاص شربني معاك. مش شربك معايا. ايه؟ قهوتها زياده امال ايه ماما؟ كده. احنا كلنا وحلينا
وفي شويه كده يا جماعه، يعني كمان شويه في عيد ميلاد كمان اهو. يعني ربنا والله الاسره دي يا جماعه، الاسره دي اي اسره اي حد يتمنى ان هو يكون فرد منهم. ماشي يا حاجه، تشكر يا حاجه. حبيبي الحاجه دي الله يهديها يا رب. واحد قهوه ايوه جدع ما تشربش زيه، ما تعرفش تشرب زيه. طب ادوق بس، يعني خلينا نمسك كده صورينا كده مع استاذ علي دول القهوه بس دي زياده مش مشكله. ايه عبيطه عبيطه. ده بن اسمه ايه؟ بن النبي حارسك. وحش قوي والله العظيم يا جماعه. دي زياده دي؟ الناس دي بخيله ما بتحط السكر. اهو بتاع السكر اهو. يا ابني في ايه يا ابني؟ ما تحط سكر يا ابني، الدنيا السكر بقى رخيص دلوقتي. عمل بن تقيله معايا. بن تقيل ماشي. يلا بص بقى التركايه دي بقى، بيحط الفحم عشان ايه؟ كلها تغلي على سوا واحد، ما بقاش فيه حاجه اعلى من حاجه. يوم جميل بصراحه يا جماعه، اكلنا وحلينا وشويه في عيد ميلاد. تعالى يا ابني تعالى، انت عايز تطلع اهو، الراجل ده عايز يطلع معانا اهو. اسمك ايه؟ عبد الرحمن. اسمك ايه؟ عبد الرحمن. انت بتابعني على انهي منصه؟ على تيك توك. تيك توك؟ مش اليوتيوب يعني؟ لا. الراجل ده هو سبب العزومه كلها، ربنا يخليه لينا يا رب. ومش عارف اقول لك ايه بصراحه، انا مش عارف اقول لك ايه. وفي تورته كمان حبيبي. لو الناس يعني انا حسيت مع الناس ان انا واحد من العيله، يعني دي احلى حاجه. انا كنت جاي اعمل ريفيو للمكان، الحلقه اخذت منحدر تاني، بقى كله اكل وتحليه وقهوه وشويه في عيد ميلاد. هنحضروا العيد ميلاد برضه عشان نفرحهم كنوع من انواع جبر الخواطر. انا بحب ان انا اجبر الخواطر يا جماعه. مصور بيضحك، حسبي الله ونعم الوكيل. بالي خلاص. يلا بينا، اديني جيت اشوف الوضع في انطونيادس عامل ازاي. ده بناء على الفيديو اللي شفته للرئيس السيسي بيقول روحوا شوفوا الفيديو، روحوا شوفوا انطونيادس بعد كده اتكلموا. انا عايز اقول لك المكان ده من البدايه ما كانش فيه الروح دي كلها، ما كانش فيه تجمعاته العائليه، كل واحد جايب عيلته حاطط كده ايه فارش في الارض زي ما بيقولوا، مع الاكل والشرب بتاعه، عياله حوالين منه بيلعبوا بالعجل بيلعبوا بالكور. في مشاريع شباب كبيره جدا. النهارده اعرفكم على المكان بالكامل. تعالوا والله التذكره ب 25 جنيه وتستاهل انت تدفعها يعني. كل واحد بيجي بعائلته وبيقعد معاهم كده وبيغير جو وبتبقى قاعده جميله. وهناخدوا اراء الناس ونشوف لكم جوله كامله في انطونيادس. والله العظيم ثلاثه فعلا الوضع اختلف تماما، وانا انصح اي حد ان هو يجي يجرب حديقه انطونيادس. السلام عليكم. السلام عليكم. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. زلابيا وايه تاني؟ فشار وغزل بنات وبطاطس. انت هنا في مكانك فين؟ انا في انطونيادس، حديقه انطونيادس. مكان اسمه دكتور زلابيا صح كده؟ اه. اسعارك ايه بقى يا باشا؟ الفشار ب 15 و20، غزل البنات ب 15، العلب وب 10 العادي. تمام. الزلابيا بتبدا من 30، في ب 30 وفي ب 35 اللي هي الشوكولاته. الناس اللي تبعنا يعني بيقول لك البراشوت تعمل معاه واجب على الاقل يعني. اللي ب 30 مثلا نخلوه ب 25، نزلوا 5 في الاسعار. 5 جنيه في اي حاجه؟ اه ان شاء الله. حكمه السر ايه؟ ده البراشوت. ابراهيم. اسم حضرتك ايه؟ ابراهيم بركات. ابراهيم راجل بص بيعمل زلابيا والزيت بتاعه كويس جدا على فكره يا جماعه. اهو الزيت اهو. حاجه حلوه. شور شغال برضه. اديني شويه منى اديك زلابيا بالهاني. والله يا جماعه تعالى صاحبك الراجل المحترم ده ابتسامته كويسه والحاجه بتاعته كويسه، الزيت نضيف، حاجه حلوه. دي مشاريع الشباب.